بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الرسول الكريم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة ان شاء الله. النهاردة هنعمل فيديو جديد مع بعض. بس قبل ما نبدأ الفيديو، يا ريت لو كنت اول مرة تشوفين تشتركي في القناة وتدوسي على آه زر الجرس، وتدوسي على كلمة الكل عشان يجيلك مني كل جديد، وتحطي لايك للفيديو عشان خاطر يرتفع. وصحابي وحبايبي اللي هم اصلا معايا على طول، واللي ربنا يكرمهم يا رب ودايما مفرحيني بتعليقاتهم الحلوة، ما ينسوش اللايك علشان خاطر الفيديو يرتفع. دلوقتي احنا هنعمل فيديو جديد. الفيديو ده هنعمل حاجة النهاردة بتاعت آخر الشهر، يعني بالنسبة لنا، عشان أنا أصلا بعمل ميزانيات أسبوعية بتاعتي، فكده يعتبر خلاص آخر الشهر بتاعي. فبتبقى أكلة كده بقى، يعني خفيفة على الجيب وخفيفة كده، أرداحي كده من غير بقى حاجات كتير، مع إنها باللحمة يعني برضو، بس برضو بتبقى بكمية بسيطة من اللحمة. هنا هنعمل مسقعة باللحمة المفرومة. هنجيب البدنجان زي ما انت شفتوا كده، نزلت جبت بدنجان حلو قوي في السوق. كوبي ده ب5 جنيه كيلو، جبت 4 كيلو ب20 جنيه، لاني هعمل كذا نوع، مش بس مسقعة، هعمل بابا غنوج وهعمل حاجات تانية. وجبت الفلفل والحاجات دي، وجيت بدأنا على طول قشرنا ال- البدنجان، وقطعناه زي ما انت شفت كده شرايح، وتكونش خفيفة قوي، متكونش رفيعة قوي، تكون وسط يعني، ولا تخينة قوي ولا رفيعة قوي. وبعدين هنعمل العصاج، هنعمل اللحمة. هنا جبت 1/4 كيلو لحمة مفرومة، يعني مش نعمل كتير، وممكن نعمل بأقل منها كمان. أنا مش 1/4 كيلو بالظبط يعني، كمان هو أقل من 1/4 كيلو بشوية. فحطينا على البصلة الأول، عملنا شوية بصل حلوين يعني، هما بصلتين كانوا، واحدة كبيرة وواحدة وسط، وفرمناهم، وبعدين حطينا السمنة وعملنا شوحنا فيهم البصلة شوية، وبعدين حطينا عليها ملح وفلفل أسمر وبهارات لحمة، ولو عندك حتة مكعب برق يبقى حلو قوي. وبعد كده بنحط اللحمة ونشوحها شوية، وبعد كده بنحط مية، ولما تستوي بنركنها على جنب، نحمرها شوية في السمنة ونسيبها على جنب. هنا هنعمل النهاردة المسقعة خفيفة شوية، عشان احنا في الصيف والزيت الكتير بيبقى متعب. فهنشويها، يعني هي مش هنشويها خالص من غير زيت خالص، وفي نفس الوقت مش هنحط زيت جامد. حطينا الجريلا وحطينا عليها فيها يعني زي ربع كوباية زيت بسيطة كده، وحطينا عليها الباذنجان، وهنسيبه كده يتشوح في الزيت كده، مش هيبقى زيت غزير ولا حاجة. ونقلبه على الناحية التانية، وهو ده هيبقى شكله بعد ما نخلصه، او زي شايفين لما قلبناه على الناحية التانية. هنعمل طبعا كمية ال الباذنجان كلها بالطريقة دي. وبعدين هنعمل صلصة الباذنجان، هنحط التومة في شوية زيت، ولما تطلع ريحة التومة نحط شوية ملح وفلفل أسمر عليها. وبعد كده بنحط الطماطم المضروبة، ونحط شوية برضو ملح وفلفل أسمر وشوية خل، ونسيبهم يتسبكوا. ما بيبقوش متسبكين قوي، وفي نفس الوقت ما بيبقوش سايبين قوي. ولما نسبكه هنحط في صينية الباذنجان اللي شويناه هو والفلفل، هنحط عليهم اللحمة المفرومة اللي عصجناها، وبعد كده هنحط عليها اللي هو الباذنجان بيبقى تحت، ممكن يبقى فوق على فكرة، وممكن تحطي رق باذنجان ورق لحمة مفرومة، بس أنا اتعودت أعملها كده. وبعد كده بعد ما نفرش اللحمة المفرومة كويس على الباذنجان، هنحط عليه كمان الصلصة. وبعد كده نحطه في الفرن، ممكن تحطيه تحت الشواية، بس ممكن تحطيه في النص يعني يمسك نفسه شوية، وبعد كده تفتحي عليه الشواية، هيبقى من فوق يعني شكله حلو قوي ومتحمر. وطبعا هنحط شوية شطة، ده حسب الرغبة، وهنحطه في الفرن. انا كنت جايبه النهارده معايا كمان بصل الجميل ده، بصل الرفيع ده، انا بلاقيهوش في اي وقت، لقيته فرحت شارياه على طول. انا بحب جدا المخللات، ما اعرفش اكل من غيرها. حطينا عليها ميه بتغلي وسبناه شويه، ولغايه ما تبرد الميه. اول ما تبرد الميه بنفصصه، بنقشره بالطريقه دي. وبعد كده بنحط في برطمان، نحط فيه عليه ملح، على كل لتر معلقه ملح. بس والله الحته دي ما اتصورتش، بعد ما عملتها لقيت الكاميرا مقفوله. وهنحطه في برطمان وشويه خل، وهيبقى بالمنظر الجميل ده، ونفتح عليه اسبوعين تقريبا.
وده عملت حبه بابا غنوج، شويتهم وشويت الفلفل الالوان عشان هعمل بابا غنوج، بس ما لقيتش عندي طحينه، فطبعا ما عملتوش دلوقتي. دلوقتي عملت الاكله هي الخفيفه، ده بالخل والثوم وده باللحمه المفرومه، وهتبقى اكله حلوه قوي بالعيش. جربيها وهتدعي لي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.